نفسي اروح القرية. انا عايزة ايه؟ اشوفهم بياكلوا ايه، وملابسهم بتكون عاملة ازاي، وبيلعبوا ايه كمان. بس انا عارفة ان بابا مش هيوافق. انا دايما قاعدة في القصر ليل ونهار، بس ده هو كل اللي بعمله، وبعمل حاجات قليلة جدا في اليوم. مم. انا المفروض افكر في طريقة علشان اعرف ان انا اخرج من القصر واروح القرية. أميرة نور، أميرة نور، الملك والملكة مستنينك علشان تاكلي الفطار معاهم. تمام، أنا نازلة. صباح الخير يا بابا الملك. صباح الخير يا ماما الملكة. صباح الخير يا أخويا الأمير. صباح النور يا حبيبتي، يلا بقى عشان تاكلي الفطار، احنا مستنيينك من بدري. أنا بجد أسفة إن أنا اتأخرت. عادي ولا يهمك. بسم الله. ومعنى أم بالفرنسية. يا ترى لو أنا سألت بابا مثلا ملك ممكن يوديني القرية، هيوافق ولا لأ؟ مش عارفة، بس الأحسن ما أسألهوش. يا أميرة، أميرة. أسفة. أنا مركزة. لا، أنا حاسة انتي ما كنتيش مركزة. مش مهم، ركزي بقى أكتر يا أميرة. تمام. وأسرة بالفرنساوي يعني فامية. بكده الدرس يكون انتهى، أتمنى تكوني استفدتي. ماشي، سلام. سلام، أشوفك في الحصة اللي جاية. ما تنسيش تذاكري كويس. تمام. أخيرا خلصت الحصة المملة دي. يا ترى بقى أعمل ايه دلوقتي؟ هنزل كده أشوف بابا الملك وماما الملكة وأخويا الملك بيعملوا ايه، الأمير يعني بيعملوا ايه. والأستاذ قال لي إن أنا شاطر جدا، لأني كنت مركز معاه وكمان عرفت حل الامتحان. يا ترى هل أسأل بابا الملك إن أنا أروح القرية؟ لا خلاص، بلاش بقى، مش هسأله. بس ممكن أفكر مثلا في طريقة علشان أروح القرية، بس أنا مش عارفة أروح ازاي وفي أصلا حرس كتير. بجد الفيديو ده جميل جدا. أميرة نور. نعم يا أخويا الملك محمد الأمير. أنا شفتك النهاردة، بس انتي كنتي بتفكري، يا ترى بتفكري في ايه؟ قوليلي وأنا ممكن أساعدك. تمام، هقولك كل حاجة. بصراحة يعني يا أمير محمد، أنا كنت عايزة إن أنا أروح القرية، نفسي أشوفها يعني، وعايزة مثلا أعرف يعني بيلبسوا ايه، ويا ترى بياكلوا ايه، وبيلعبوا كمان ازاي، والألعاب بتاعتهم شكلها ايه. بس أنا عارف إن ماما الملكة وبابا الملك مش هيوافقوا إن انتي تروحي. أيوة أنا عارفة، عشان كده أنا عايزة إن انت تساعدني وتقولي خطة. تمام، بكرة إن شاء الله هقولك خطة. أول ما تصحي من النوم هتلاقي إن أنا يعني عندي خطة. تمام، بجد شكرا. العفو. بجد أنا متحمسة جدا، هروح القرية، وممكن كمان يبقى عندي صحاب، لأن هنا ما عنديش أي صحاب بنات ألعب معاهم. يا أميرة نور، انتي اتأخرتي تلت ساعة على الغدا. ايه ده؟ بجد شكلي ما كنتش مركزة للوقت. تمام، أنا جاية بسرعة اهو. ماشي، يلا يا أميرة. اتأخرتي ليه يا أميرة نور؟ انتي مش عارفة انك اتأخرتي تلت ساعة على وقت الغدا؟ والغدا أصلا ليه وقت، وانتي عارفة المواعيد كويس. أنا بجد آسفة يا بابا الملك، يعني ما خدتش بالي للوقت. خلاص، مفيش مشكلة، يلا تعالي كلي. تمام. بسم الله. هنام بقى، لان بكرة انا قدامي يوم طويل. بجد انا نفسي اعرف الخطة اللي محمد هيعملها. هنام بقى. أميرة نور، يلا اصحي، الصبح جه.
صباح الخير، صباح النور يا أميرة. يلا روحي بقى اغسلي وشك واغسلي أسنانك وهسرح لك بعد كده شعرك عشان تنزلي تفطري. تمام. بجد الأكل كان طعمه لذيذ، الحمد لله. قولي بقى يا أمير محمد، ايه الخطة اللي انت حطيتها؟ تمام، النهاردة الساعة 8 بالليل هتمشي من القصر. ايه ده؟ بس ده في وقت الحفلة. ايوه ده بالظبط اللي احنا عايزينه، علشان ماما الملكة وبابا الملك هيكونوا مشغولين. طيب احنا بقى ازاي بقى هنعدي من الحراس؟ الساعة 8 وقت تسليم المرتبات، وطبعا انت عارفة ان النهاردة هو اول الشهر، فلما بقى يروح بقى يستلموا المرتب تروح انت بقى على طول. بجد دي خطة يعني ذكية جدا، انا مش عارفة اصلا انت جبتها منين. ياه، ايه كل الناس اللي في الحفلة دي؟ مش عارف بجد، بس يلا بقى نستنى بقى لحد ما الحارس ما يجي. ماشي، اهو بتجي عشان ياخد المرتب. يلا بقى نط. تمام، هنط من هنا. انتي طبعا بتعرفي انك تنطي عشان انتي بتاخدي دروس في تسلق الحاجات العالية. ايوه طبعا، الجدار ده بالنسبة لي سهل. طلعت من القصر، هشوف بقى ممكن الاقي كده قرية مش كده شوية هنا. شكل كده دي هي القرية، بس بسيطة قوي. ايه ده؟ في ملابس هنا، هلبسها علشان يعني محدش يعرفني. كمان هلبس النضارة دي، هقلع برضو الكوانتي بتاعي عشان محدش يعرفني، ولا هلبسه عشان هو غالي اصلا. وكمان برضو الشبشب بتاعي ده، الجزمة يعني دي غالية فهلبسه. شكل بتاعتي حمام. اهلا يا حبيبتي، عايزة تشتري مني؟ بصي انا معايا حاجات حلوة قوي، بصي معايا كيكات وحاجات، واول مرة ليكي مجانية على فكرة. بصي يا حبيبتي انا معايا خضروات وفواكه، بصي يعني الحاجات اللي معايا دي بجد مفيدة جدا وهتغذيكي. لا شكرا، انا مش عايزة حاجة. ايه ده؟ شكل ده مطعم. اهلا، عايزة تشتري؟ احنا عندنا هنا مكرونة عليها صلصة بجد تحفة، وكمان طالما انتي اول زبونة لينا فهيبقى مجانية. لا شكرا، انا يعني مش عايزة. جربوا بجد الاكل هيبقى تحفة. يلا اتفضلي خدي الكرسي الفاضي اللي هناك ده، ولو عجبك بتعالي اشتري مننا كل يوم. تمام، هجربه يعني مش هخسر حاجة.